ما قدرش يواجهها ويقول لها الحقيقة. كل اللي قدر يعمله إنه ساب لها رسالة ومذكراته عند المحامي، ووصاه إنها ما تشوفش الكلام ده كله إلا بعد 3 سنين من وفاته. كان بيطلب منها في الرسالة إنها تسامحه، وبيأكد لها إنها حبه الوحيد، وبيقول لها كمان إنه تعذب كتير جدا إنه اضطر يخبي عليها الحقيقة السنين دي كلها. الألمانية فالتراود بيتون ما كانش عندها علم بطبيعة شغل جوزها رفعت الجمال لمدة 20 سنة كاملة. لا كانت تعرف إنه كان شغال جاسوس لصالح مصر، ولا حتى تعرف تفاصيل خدعته الكبيرة ضد إسرائيل. بعد وفاته عرفت الحقيقة كلها من ابن أخوه، اسمه الحقيقي، شغله وعيلته. في الأول كانت فاكراه بيخرف وبيقول أي كلام، وده اللي خلاها تنزل مصر عشان تعرف الحقيقة كلها. وهناك بتكتشف إنها كانت عايشة 20 سنة كاملة مع شخص مزيف. لكن دي ما كانتش البداية. الحكاية بدأت سنة 63 لما صاحبة فالتراود قررت تعزمها على العشاء في فندق راقي جدا في ألمانيا. ودي كانت المرة الأولى اللي تشوف فيها فالتراود رفعت الجمال، اللي كان مشهور وقتها باسم جاك بيتون، واللي مشهور دلوقتي في مصر باسم رأفت الهجان. بتحكي فالتراود وبتقول إن ظروف مقابلتها برفعت حاجة كده مش بتحصل لشخص إلا مرة واحدة في العمر. أعجبت جدا بذوقه ولطفه من أول مقابلة. بتقول إن هما فضلوا يتكلموا ويهزروا طول السهرة أكنهم يعرفوا بعض من سنين. المهم السهرة بتخلص، لكن رفعت قرر يكمل جنتلة للآخر وعرض عليها يوصلها البيت. لكن دي ما كانتش مجرد توصيلة عادية، لأن رفعت طلب منها أغرب طلب بيطلب في المقابلة الأولى. قال لها أنا مسافر 10 أيام، أعتقد ده وقت كافي جدا عشان تقرري موافقة تتجوزيني ولا لأ. طبعا صدمتها كانت معدية كل الحدود، لدرجة إنها سابته ومشيت من غير حتى ما تسلم عليه. بتقول فالتراود إنها بعد كده ما خدتش وقت كبير علشان توافق عليه، ده طبعا بعد ما حكت لوالدتها. لكن الغريب أكتر إن مامتها برضو وافقت على طول. يعني من الآخر القصة دي كان مكتوب لها إنها تحصل. المهم ان هي زيها زي اي عروسه حبت تدعبس عنه شويه عشان تعرف هو مين، شغال ايه، عيلته مين. لكن كل اللي قدرت تعرفه وقتها انه اسرائيلي الجنسيه وعنده شركه سياحه في تل ابيب. بتقول فالتراود انها من كتر ما كانت متحمسه تكمل حياتها معاه ما جاش في بالها ولا مره تساله عيلته فين. ده غير انها لما اتجوزته كان عندها 22 سنه، يعني شابه صغيره. كل اللي كان شاغلها حماسها بالحياه الجديده اللي هي رايحه لها، واكتشاف الشخصيه النادره اللي هتعيش معاها. حياتها معاه كانت على درجه كبيره جدا من الرقي، خصوصا بقى لما تروح معاه مصر او اسرائيل، وهناك تلاقيه على علاقه كبيره جدا بمناصب كبيره زي الرئيس الاسرائيلي والرئيس محمد انور السادات وغيرهم كتير. ومع خضة المناصب الكبيره دي اللي كانت بتتعامل معاها واحد ورا التاني، كل اللي كان بيشغلها هتلبس ايه وهتتعامل معاهم ازاي، من غير ما تفكر ايه اللي يخلي صاحب شركة سياحة على علاقة بالمناصب الكبيرة دي في أي دولة يروحها. ولما كانت تسأله على سبيل الفضول يقول لها الشغل مليان علاقات. الفكرة ان هم كانوا على طول بيعاملوها حلو وبيتكلموا معاها وبيجيبوا لها هدايا. طبعا الموضوع ده لو بيتعمل مع ست مصرية كانت عرفت على طول ان الموضوع فيه إن، لكن هم كانوا متخصصين جدا وعارفين امتى يتكلموا في الشغل وامتى يفصلوا. الحاجة الوحيدة اللي لفتت نظرها في كل ده انه كان يعرف مصر كويس قوي، وان حبه لمصر باين عليه من غير ما يتكلم عنها. هي بتقول انها متأكدة ان بالرغم من كل الدول اللي سافرها بسبب شغله ما حبش مكان زي ما حب مصر. بتقول فالتراود ان ثقتها فيه كانت عامية، وانه ما كانش بيعمل اي مواقف غامضة تخليها تشك فيه. يعني كان جاسوس على اعلى مستوى، عاش 20 سنة مع مراته من غير ما تشك فيه ولا لحظة. لكن الغريب بجد واللي مش مفهوم ازاي قدر يوفق بينها وبين شغله اللي كان على درجة عالية جدا من الصعوبة، لغاية ما بيتوفى رفعت الجمال سنة 1982. وكان آخر كلامه ليها قبل ما يتوفى وصاها انها تعيش حياتها وتهتم بأهلها وولادها وما تلبسش اسود ابدا. وبالرغم من خيبة الامل اللي عاشت فيها فالتراود بعد ما عرفت حقيقة جوزها، لكن سامحته لانها معتقدة انه كان مخبي عليها علشان يحميها. لكن ده ما يمنعش صدمتها فيه، وانها ما بقتش تصدق اي حاجة تيجي من ناحيته وبتصدق بس اللي بتشوفه بعينها. وده اللي مخليها لغاية النهاردة عايشة على امل انها تعرف الحقيقة كلها.